السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في 3 حلقات فاصل كوميدي. النهارده نصيبي حلقة من محمد عرفت صح؟ طيب يا جماعة، محمد عرفت النهارده سأل بيقول مين هو أول واحد يخترع الروشنة؟ أنا مش هجاوب على سؤال محمد عرفت ومش برود مني، أنا هخلي الروشنة هي حلقة الموضوع النهارده. أول حاجة لازم نسقف بس لمحمد عرفت عشان كتب السؤال. طيب مين اخترع الروشنة؟ طبعا مش هنعرف لأن الروش مش بيقول على نفسه إنه روش. اهم حاجه انك تعامل الناس بقله ادب بس ما تبينلهمش، فاهم؟ اللي هو تكون روش قوي، اللي هو تفتح لبنت الباب مثلا كده بس ما تبصلهاش. انا روش جدا. تشميره القميص عمرها ما تعدي الكوع، ده تمام تحت هنا كده لان ممكن يحمسك في عضله ولا مفيش عضله. انا روش جدا. لو رايح ناس يقعد معاهم اول ما يوصل بيطلع تليفونه يرميه على الترابيزه عادي جدا، ممكن يجيب غيره ولو اتكسر، وممكن يرمي المحفظه، وهو اكيد معاه عربيه ويرمي مفتاح العربيه ويروح ساحب الكرسي، مش بيبص على الكرسي وبيطلع، لا بيسحب الكرسي ويقعد كده كده كده. لما يجي له تليفون اذا رد عليك هو لا لازم يكلمك شويه ويتقال عليك ويعلقك التلاته علشان يخلص كلامه. فهمت قصدي؟ ايوه طبعا ده قصدي وده فهمي انا. شوف انت بقى وفكر فيها. السلام عليكم. بيغلطك دايما، بتتكلم معاه مثلا يقول لك لا لا لا, لا طبعا، بعد كده يقول لك وجهه نظره اللي هو كلامك. الروش دايما بيبتدي بمثل اجنبي، بعد كده بقى بيقول وجهه نظره عادي اللي هو مثلا هاف فان ريسكيمبريس. اللي عايز اقوله ان انا عايز اللي هو ايه، انت عيل جاهل ما تفهمش حاجه. ممكن لو هو غني شويه هو اكيد غني يرسم تاتوهات على جسمه، اكيد تاتو مثلا البت سابته واكيد تاتو لبنت مثلا جد. لازم لو انت قاعد في البيت في امان الله، لا هو مش هنا، هو في الجونه في اخر الدنيا عشان يشرب ماتشا. هو مش شبهك، انت اقل منه بكتير. طب لو انت قاعد في الجونه، لا هو قاعد في مراسي بقى اللي جنبك على طول، على طول بيروح في حفلات عمرو دياب وبيصور كده. لا مش بيصور لا بيصور هو الاول على الطريق عشان هو اهم من عمرو دياب. وعلى طول برضو بيروح حفلات امير عيد. ليه بقى؟ لان هو برضو حزين، هو حزين وفرحان في نفس الوقت لان هو روش جدا. الروش اجتماعي دايما، انت مثلا نازل مع عماره يسلم على كل الناس اللي هو انا روش جدا وكل الناس بتحبني، انا محبوب قوي. مثلا مسلم على البواب السلام عليكم يا عم اشرف، حبيبي حبيبي يا اشرف، حبيبي بقول لك يا عم اشرف هات لي 2 كيلو طماطم كده 2 كيلو خيار. الروش دايما بيقولش لا بيقول يا حبيبي يا حبيبي. بيقول ايه يا حبيبي يا حبيبي طبعا يا حبيبي طبعا يا حبيبي. انت كله احبابه عشان هو بيحب فبيتحب على طول. الروش ما ينفعش يبقى مقتب، لا لازم يكون فارد نفسه كده. الروشين بيعرفوا بعض، يعني مثلا بيلاقوا بعض. انا كده صاحبي كان قاعد معايا روش جدا، كلمت صاحبي تاني وروش جدا، عايز اشوف بس يتعرفوا على بعض ازاي. اول مره يشوفوا بعض بص له كده في عينه، التاني بص له قال له انت روش انت روش. عرفوا بعض. الروش دايما لازم يجي الدرس متاخر علشان يبقى كل الانظار عليه. كل الناس دخلت وقعدت، المستر جه بدا يشرح، هو لا يدخل على طول كده كل الانظار عليه. المستر يزعق له ويقول له امشي يعني يا مستر، لو مش همه حاجه يقول له المستر يقول له يمشي، يروح يجيب امه عادي كده. الروش دايما بيعرف يتصرف في اي حاجه. مثلا لو حد قال له في مشكله قال له هتصرف حاضر، كل حاجه بيتصرف معاها. ربنا يحميه. الروش دايما بيحس باصحابه ما بيشوفهمش. مثلا بيتكلم مع حد وحد صاحبه معدي يقول له ايوه بعدين ايوه حبيبي اشرف. مش لازم يبص له بقى ويقعد، لا هو حبيبي اشرف حبيبي ايوه بعدين. الروش دايما لازم يطلعك انت الاوحش، لازم هو يبقى يكون افضل او اعلى منك. ليه؟ مثلا ممكن توصل تقول له مثلا انت بتعمل محتوى على النت فتقول له مثلا انا وصلت 1000 متابع بص، يقول لك لا عادي جدا هاف فن انت العب شويه، انا وصلت 5000 لازم يكون اعلى منك في كل حاجه. الروش دايما لما يرمي حاجه في الزباله لازم تيجي صح، ما ينفعش تيجي غلط. مثلا بيتكلم مع حد يقول له اكنه مش مبين اللي هو يرمي حاجه. ايوه بيشرب مثلا عصير بعدين راح رماها كده جت في الزباله وبعدين كمل عادي جدا متعود عليها. يعني لو رايح يشتري ميه وانت قلت له خد ميتي يا عم هيقول لك لا بشربش من ازازتي عادي جدا برضه، لان هو نضيف جدا. الروش نضيف جدا. لازم يحط برفان الترا ميل بريسترين كيرست، لازم، لان هو لو حط سبارش بريكسيل ما ينفعش. لازم يتصور كده بوشه مثلا بالجنب من ظهره، لازم. لو صور بوشه كده عادي مثلا ايه ده انت مش روش خالص يا ابني، ده كده طلعوه من قائمه الروشين. عمره ما كان عنده دقن، بس لو عايز دقن يجيب الدبلين بير كده ويقعد يعملها كده في البيت، لازم يعمل كده لو يحلق على الفاضي عشان يطلع له دقن. ممكن مثلا يقول حاجه عنك من غير ما يجيلك كلام، من غير ما يبص لك، لو بص الواد ده عسل، الواد ده عسل جدا اقسم بالله. اي حد في الدنيا ممكن يبقى روش ما عدا معتز علاء. العب فري فاير ما تلعبش بابجي بتاعت اعمل صدقه بس هزق اللي قدامك. ايه بتشحتي؟ ماشي خدي تودي كده مثلا 100 جنيه واقل حاجه 100 جنيه في الروش ده في ايديا قدام كل الناس كده، فاهم؟ لو بس هتوزع على شهر رمضان تستنى كل الناس تلم عليك تقول لهم خدوا، انا روش جدا. بس مثلا لو هيدي عيل صغير في الشارع فلوس، خدها هتجيب بيهم ايه؟ حاجات فينو المدرسه ولا ايه؟ ماشي يا عم خد. هتخلي ولا في اخر يروح البيت يقول عايز فلوس مش عايز فينو هقول لك
الفلوس. لازم يكون عندك معلومه في اي موضوع. مثلا لو حد قال الرويش، مثلا انا اشتريت مثلا كومبريشن من بيج اللي على النت، يقول له ايه ده اللي دريت عمل دي اللي هي في سنوكر دي، اللي هي عند لفه الدوران دي، اللي هي براند المحل اللي فتح جديد ده. جيت من عنده بقى بعربيه السبورتاج بتاعتي ال 2015، وارجع اقول له كمل كمل. ايوه عارفه، عشان هو دايما سابقك، فلازم يكون حصلك على دنيتك. دايما لازم يحصلك على نفسك برضه. مثلا لو انت اخدت عليه وقال لك انت فين، ومثلا قلت له انا كنت مع اهلي بس خارجين، يقول لك مع اهلك، اصل هو متجوز واحده فرنساويه مخلف منها 2 صعايده وواحد مريوطي. طب البنت الروشه بقى بتبقى على طول يعني قاعده على الارض في اي حته، اوفر سايز على طول بقى كده. ايه اوفر؟ مش اوفر سايز، لا، تروح عند الترزي يقول له انا عايز اوفر سايز جدا، عايز جدا جدا بقى، لو ازود لي 50 مليون قماش يعني. على طول البنطلون متوسخ، لان هي دايما بترسم عليها الوان وكده. ترسم ايه بقى؟ بترسم اي حاجه، اي الوان في بعض، وتقدر تبص الرسمه دي قعدت فيها 5 ايام دي. والله الواد الروش لازم يسافر اسكندريه بقى ياكل اكل سمك. لازم اكلة سمك في الدنيا. بقول لك يا رجاله، ما تيجوا نطلع اسكندريه ناكل اكلة سمك بعربيتي السبورتاج 2015. لازم بقى بعد ما يجي من الخروجه يقعد يحكي للناس، بقول لك ايه، على انا ومحمد امبارح رحنا اكلنا اكلة سمك. يقعدوا يشتمها بقى الاكل، بنت كذا بنت كذا بنت كذا. طب يا جماعه ازاي تبقوا مش روشين؟ عشان بجد انا زهقت من الحوار ده. ثق في نفسك، ما تبقاش حد غير نفسك، تبقى انت. ما تحاولش تكبر نفسك، لا خليك على طبيعتك خالص. ما تحاولش تعمل كده، عادي جدا، اقعد عادي شبه انا قاعد يعني. بس ما تصطنعش، خليك طبيعي. ما تبقاش شبه البنت البيك مي. وانت يا بنت بتتفرج عليها ما تبقاش بيك مي، خليكي طبيعيه، الناس هتحبك اكتر. اشوفكم الحلقه الجايه. السلام عليكم.